احنا بنسمع كتيرا حقن في اماكن فيها الدهون، يعني زي البطن، الارداف. في دكاتره كتير بتستخدم حقن معينه بمسمياتها اللي احنا يعني منتشره جدا. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ هو اغلب الناس اول ما تقول لهم كلمه دايت بيجي في بالهم الصوره النمطيه بتاعه الحرمان، الجوع، التعب، الارهاق، استقرار مزاجي سيء وهكذا. فعشان كده اغلب الناس دلوقتي بقت تدور على الحلول السريعه. يمكن الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن جراحات السمنه والتجويع والدايت المتطرف. النهارده بقى في طرق تانية هي اقل خطوره طبعا من جراحات السمنه، ولكن هي برضو من باب الاستسهال، اللي هي حقن انسولين ولكن بتستخدم لتقليل الوزن او اذابه الدهون مثلا. وفي برضو حقن تانية ولكن هي مش انسولين، بتستخدم بشكل موضعي في اذابه الدهون. الاثنين. فخليني افهمك الفرق ما بينهم. الاولانيه اللي هي حقن انسولين عشان تنزل الوزن، هي الماده الفعاله بتاعتها بتشتغل على تقليل انتاج الانسولين في الجسم. لو قللتي انتاج الانسولين فبالتالي او حسنتي استجابه الخلايا للانسولين، انت بالفعل هتقللي الشهيه كتير، واللي هم هيحسوه وهيقولوه ان بالفعل احنا الشهيه اتطفت تماما. ايوه. لكن خلي بالك النقطه دي ممكن تدخل في تطرف، يعني اللي انا عايزه ما يبقاش تجويع برضه زي الحلقه اللي فاتت. انا عايز يبقى فيه وجبات منظمه، انا عايز ادخل العناصر الغذائيه اللي جسمك محتاجها عشان يقوم بالوظائف الحيويه كلها، الشعر، البشره، المناعه، النشاط الذهني، النشاط الجسدي، النشاط التناسلي. كل الحاجات دي محتاجه فيتامينات ومعادن واحماض امينيه اساسيه واحماض دهنيه اساسيه لازم نوفيها على مدار اليوم. فما تاخديهاش من باب التطرف ان انا هاخد الحقن دي واقفل الشهيه تماما واقعد طول اليوم ما باكلش ومش حاسه بجوع. مش ميزه زي ما كل الناس متخيله. فبرضه دي هنبقى عايزينها بقدر. النقطه ان اغلب الكورسات دي دلوقتي في مصر بقى سعرها مبالغ فيه، وده خلى الناس بقى تلجأ لنوع تاني من الكورسات، وهي ادويه بتشتغل على المخ. ايوه. بتطفي تماما الشبع. هرمون الشبع اوريدي احنا عرفناه اللي هو هرمون الليبتين. ولكن بعد ما عرفناه دلوقتي بقى يطلع ليه نظائر، يعني نستخدم مركبات بتشتغل نفس الشغل بتاع الليبتين. انواع العقاقير دي او الادويه دي بالفعل اتمنعت من 2014. شوف احنا في 2024، لكن هتلاقي العقاقير دي بتبقى في المنتجات في البلاك ماركت. المنتجات اللي غير مصرح بيها اللي بتتباع بشكل في السوق السوداء. اغراء الناس بالنتيجه السريعه وبالعروض. وهي حاجات اعتقد بتاثر على كمان الحاله المزاجيه كتير. ما هي دي النقطه اللي اتمنعت اصلا بسببها. ليه؟ لان احنا كنا فاكرين ان لما نعمل مركب شبه الهرمون ده احنا فاكرين انه هيخش يشتغل على لمبه الجوع. طلع بيشتغل على الجوع وعلى الحاله النفسيه كمان. المواد الفعاله دي اتمنعت عشان بتسبب ميول انتحاريه، بتسبب اكتئاب سلبي. وانا سمعت الشكوى دي قبل كده بنفسي، ان حد يعني متصالحه نفسيا مع الانتحار او مع فكره انهاء الحياه. طب وهل حصل قبل كده حالات انتحار بسبب الموضوع ده؟ اللي بيحصل حالات اكتئاب سلبي كبيره جدا، لكن الحمد لله ما تسجلش حالات انتحار فيها، على الاقل هنا في الشرق الاوسط. لكن بره اتسجل حالات اكتئاب كتير، ان هي بتخش تشتغل على المخ، بتطفي احساس الجوع وكمان بتطفي الشغف والسعاده والهدوء. كل ده بتطفيه. اكتئاب سلبي ده يعني من جوه في فوضى، انما من بره هدوء، مش قادر يتكلم، مش قادر يتعامل مع حد، مش قادر ينزل من بيته او يخرج من غرفته حتى. بس في ادويه يا دكتور مش بتشتغل بس على خلايا المخ، في ادويه بتشتغل اي ثينك على الخلايا الدهنيه في اماكن معينه، او بتدوب نسبه من الدهون مش كلها. في النقطه دي بالتحديد يعني اغلب اخصائيات الغذاء بقى مصمم ان انا اشرح لهم الجزئيه دي بالتحديد، عشان لو مشيت ورا المناديب، لو مشيت ورا الشركات، انت وارد تتضلل كتير. ايوه. الربحيه في نوعيه الادويه اللي بقول لك عليها دي على فكره مهول. وبنشوف يعني مناديب ليها سواء اونلاين او في المراكز ان يحاول يسوى لك الموضوع ده، والربحيه بتاعتك هتبقى 400 او 500%. لكن ضد نوعيه الادويه دي، ادويه التخسيس في حاجات بتقلل شاي وشراها
ودي الادويه الامنه اللي فيها بتنفش في المعده، فبتاخد حيز كبير منها، فلما تيجي تقعد تاكل كميه معتدله اللي هي الكميه اللي تكفي فرد، موضعيه مش بتشتغل على المخ، ودي امنه يعني. ودي امنه تمام. وبتدي شبع ممتد. فكرتها ان هي غنيه بالالياف زي بذور الشاي الخضراء، السيليوم هاسك، قشور بذور الاسبيجول، هي بس كلها ما في اخدهاش ناحيه من الالياف. نفسي برضو، لازم تحت اشراف طبيب، لان الجرعات هي ليها والمواعيد طريقه بتاعتها لازم وليها دكتور. طريقه برضو. وفي ادويه تانية بتقلل امتصاص جسمك للدهون اللي موجوده في الاكل، وبتعمل يعني فات دايريه. دي هي مش بتزود الحرق، لكن هي بتقلل امتصاص جسمك للدهون. وبرده ميزه وعيب، في دهون صحيه وفي فيتامينات دهنيه. أيوة. فما ينفعش برده ناخدها عمال على بطال، برضو تحت اشراف طبيب. تحت اشراف واعتقد دكتور. هي مساعده يا دكتور، لكن مش اساسيه في انقاص الوزن يعني. لا لا لا. ولو اني بشوف الغلطه دي كتير والله، يعني بشوف اخصائي تغذيه هو عمل لحد دايت، وانت عامل له دايت مخليه يمشي على الادويه دي ليه؟ ادويه فات كارير، ادويه بتقلل امتصاص الدهون ليه؟ ما انت اكيد لو عامل دايت يبقى انت كاتب الدهون الصحيه. ايوه صح، انا كاتب له بشوف حاجه ده كتير، تغير انواع الدهون دي ليه؟ الدكاتره بيعملوا كده. وثالث نوع من الاقسام الادويه هو الفات بيرنرز او حوارق الدهون. دي اللي بتزود معدل الحرق، وفي حاجات منها للرياضيين وفي حاجات لغير الرياضيين. فارجوك لو في حاجه للرياضيين ما ينفعش تاخدها من غير ما تتمرن ابدا. دي الحاجات اللي هترفع الضغط وهتزود ضربات القلب وتزود سرعه التنفس، تبقى بتنهج حتى لو ما اتمرنتش حتى ولا طلعت على المشاية. وفي حاجات تنفع لغير الرياضيين، دي اللي مش هتتمرني ولا هتلعبي، دي اللي ينفع تاخديها بجرعات منتظمه، ولكن اغلبها هتبقى برضو جرعات صباحيه، مش هتبقى في المساء.